السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير بدخول شهر رمضان المبارك، واليوم جايب لكم أولى بشائر شهر رمضان المبارك. تذكروا لما انسألت على موضوع قانون قيصر، حطيت فيه فيديو انه شو صار بعد إلغاء قانون قيصر. وقتها حكيت بكل وضوح انه بقى لنا شغلة كتير مهمة، واللي هي موضوع State Sponsor of Terrorism، اللي هي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. هذا الموضوع هو من المواضيع اللي واقفة حجر عثرة أمام تطبيع العلاقات المالية والسياسية والاقتصادية مع سوريا ضمن الأنظمة العميقة للاقتصاد العالمي. لأنه وجود دولة على هذه اللائحة حتى لو انشال قانون قيصر بتضل فيها مشكلة كبيرة. اليوم من الخبر إنه إن شاء الله ما رح نعيد إلا ونحن منشالين من الليستة تبعيت الدول الراعية للإرهاب. نحن امبارح كنا في اجتماع لأعضاء البورد لمنظمة جلوبال جاستس، كان معنا أخونا كمان معاذ مصطفى من منظمة سيريان تاسك فورس، وكنا عم نحكي على موضوع البنوك وإنه ليش لهلأ معظم البنوك الكبرى ما بإمكانك تحول أنت كبزنس على سوريا بشكل مباشر. فالحقيقة معاذ نط هيك وقال خلونا نجيب مسؤول من وزارة الخزانة الأمريكية، وفعلا اتصل وجاب أحد المسؤولين من وزارة الخارجية عفوا الخزانة الأمريكية على الاجتماع، وسألته إنه شو عم يصير بهذا الموضوع. فالرجل جاوب بكل بساطة أولا إنه خلال أسبوعين ثلاثة الموضوع راح يتم يعني إنهائه وإزالة إن شاء الله سوريا من الليستة تبعية الدول الراعية للإرهاب، وهذا بيعني إطلاق أيدي كثير من القنوات التقنية الاقتصادية لسوريا، بأنه ما بقى في شيء بيمسك هالشركات الكبرى إنها تعمل كتير فحص وكتير تدقيق لأي عملية اقتصادية سورية. هذا رقم واحد. رقم اثنين وشيء مهم وهي بشارة تاني، إنه التحويلات المباشرة بعد ما ننشال نحن من الليستة تبعيت الدول الراعية للإرهاب، في تحضيرات جارية حاليا على تجهيز الأنظمة السورية البنكية للتعامل مع الأنظمة الدولية. انتم بتعرفوا صرنا سنين مقطوعين وخارج التصنيف العالمي، يعني ما لنا موجودين في الكرة الأرضية. فهلا عم يتم هذا الموضوع، وهذا أمر مكلف وتقني وعميق وطويل، وعم يتم هلا حاليا از وي سبيك بمساعدات قطرية. لذلك من المتوقع، ونحن يعني انا ما بدي اعمل دعايه للبنك القطري، لكن الحقيقه القطريه ما قصروا مثل الدوله المملكه العربيه السعوديه وتركيا، لكن ما قصروا بهذا الموضوع. ومن المتوقع انه البنك القطري كيو ام بي راح يكون هو اول بنك يتم التحويل عن طريقه الى سوريا، والبنوك الاخرى سوف تستعمل البنك القطري كبدايه كالبنك الوسيط. راح يكون رأس حرب الحقيقة في إدخال الأموال إلى سوريا. وهذا يعني امتى راح يصير هذا الحكي؟ الصيف المقبل ان شاء الله، عم نحكي بشهر 7 6 8 يعني بهالحدود. لكن هذا يعني انه صار هذا الموضوع معناها كل التحويلات البنكيه، كل الاستثمارات، ما عم بحكي على الاستثمارات الضخمه، انا عم بحكي هلا على المستوى الثاني، عم بحكي على المستوى الاستثمارات المتوسطه والصغيره، وهي هي لب الاقتصاد. اليوم واحد بده يفتح مشروع، بده يحول عبر القنوات الرسميه. هذا الموضوع ان شاء الله راح ينفتح بشكل كبير بالصيف، وهذا يعني انه اقتصادنا ان شاء الله والشغل بسوريا راح يكون باذن الله ملتهب بالقسم الثاني من العام. وفالكم خير، وكل عام وانتم بخير، ويعطيكم العافيه.